في فيديو النهارده يا شباب هنتكلم على الفراغات والقيم الناقصة في جدول البيانات في البنداز، وازاي بنحلها وبنعالجها عن طريق افكار علمية بدون حذف الداتا دي. مش كل داتا فاضية هنحذفها. هنستخدم اكواد زي دروب ان ايه وفيل ان ايه واز نال. طبعا هنشوف الكلام ده كله مع بعض. احب انوه ان انا كنت شغال الفيديو ده مقدرتش ليه، انما انا حبيت ان انا اعمله كده عشان اتعرض قدام حضراتكم للمشاكل واحلها قدام حضراتكم، عشان انقلك الفكرة في انك تشوف المشكلة وتعرف تحلها. وطبعا ما تنسناش في اشتراكك. صفحة جديدة بتلمع ويلا بينا. دلوقتي يا شباب زي ما احنا شايفين قدامنا الداتا بالشكل كده، وعايزين نشوف هنتصرف ازاي مع القيم الناقصة اللي هي موجودة هنا بشكل NA. يعني عندك النيم هنا في اول الاسم يكون كابيتال، هنا اول اسم سمول، فاحنا عايزين نوحد الكلام ده كله. وبرضه عندك في الايج ان في قيم ناقصة وعايزين نعرف ازاي هنعوضها، وهنا في قيم مكتوبة بالعربي ازاي هنحولها بالانجلش. وبرضه هنا في السيتي نفس الكلام السيلز، وبرضه هنا في قيم ناقصة في الميل. احنا عمال نقول قيم ناقصة قيم ناقصة، طب ازاي نعرف القيم الناقصة دي ونطلعها؟ اول كود ممكن نستخدمه هو is null، فاحنا نكتب df دوت is null، اعمل لك قصادها true. القيم اللي مليانه اعمل لك قصادها false. طبعا انت كده شايف الدنيا منعكشه خالص. فعايزين بقى نشوف يعني ملخص الكلام ده، ملخص للملخص ده df دوت is null، برضه بنفس الكلام. تمام. طيب بعدين بقى نعمل حاجه اسمها دوت sum، يعني قول له جمع لي بقى ايه القيم الناقصه. طب هنا هو جاب لك هنا النيم في قيمه واحده، الايج في قيمتين، السيتي في قيمه، وهكذا. طيب طب احنا عايزين نلم الكلام ده كله لما كمان، يعني نعمل ايه كمان؟ بص نفس الكود ده كده، نفس الكود ده هتقول له دوت صم كمان، صم الصم ده خلاص، وما تسالنيش ليه هو كده. فهنا جاب لك ان توتال الجدول كله فيه 8 قيم ناقصه، توتال الجدول كله فيه كام قيمه ناقصه؟ 8 اهو. طيب يا شباب بعد ما عرفنا القيم الناقصه، احنا ممكن نعمل حاجه ونحذف القيم الناقصه دي. احنا هنكتب دي اف دوت دروب ان ايه، كنا تعرضنا لها قبل كده، بس تعالى نقولها تاني. فدروب ان ايه بالشكل ده كده. هو هنا جه وحذف القيم الناقصه كلها، اي صف كان فيه قيمه ناقصه حذف، فالجدول صفصف معاك على كام صف؟ 3 صفوف. ايه ده؟ هل ينفع الكلام ده؟ طبعا هو ما ينفعش. فدروب ان ايه احنا ما بنستخدمهاش غير في الداتا الكبيره جدا، اللي هو وفيها غلطه غلطتين ثلاثه ما تاثرش. احنا عايزين بقى نستبدل القيم الصغيره دي. فاحنا اول حاجه بس انا عايز اشوف الداتا اللي عندي، تمام، وبعدين نبدا نشتغل كده نشوف هنعمل ايه. لو مسكناه عمود عمود، الكاستمر اي دي ما فيهوش اي حاجه، سيبك من الكاستمر اي دي. طب النيم احنا شفنا المشكله اللي فيه، وهي ان انت عندك الحروف هنا كابيتال، الحروف هنا كلها كابيتال بدل الاسم الكابيتال، واحنا عايزينه هنا يكون كابيتال برضه. فهنعمل امر اللي هو الاس تي ار دوت تايتل. تمام كده، هو كده ظبط الدنيا. لسه في ان ايه لسه في ان ايه هنا. طب عايزين نشوف الان ايه دي هنعملها ازاي او هنحلها ازاي. الان ايه هنا قصاد واحد اسمه اتش ام جيميل دوت كوم. طيب ليه لا ما نستبدل ال NaN بالاتش ام؟ لان هنا لو عندك حسن فطلع حسن، ليلى طلعت ليلى. طبعا خلي الاتش ام اتش ام، او ممكن نكتبه حمدون يعني. طبعا حمدون مش مشجعين كريستيانو، لا هو واحد اسمه حمدون عادي. تمام. هنا يا شباب استبدلنا القيمه الناقصه بنص اسمه اتش ام زيه. عايز تكتبه حمدون اكتبه، وانت المهم ان انت تعمل دوت فيل اس تي ار عشان انت تقول له لا اعمله لي نص. خلاص عمود الايج بالشكل ده كده، فهنشوف ان في غلطتين، وهي ال 20 دي وعايزين نكتبها 20، وفي ال ان اي اللي هو ده قيم ناقصه فعايزين نملاها. اول حاجه هنشوف موضوع ال 20 ل 20 ده، فاحنا هنعمل ريبليس لل 20 دي ب 20 كرقم يعني ب اس تي ار دوت ريبليس. بالشكل ده كده احنا عرفنا نخلي ال 20 ال 20 كانت هتبقى 20. بس هنا نلاحظ ان الارقام دي كلها سترينج يعني متعرفه كنص، فاحنا عايزين نحولها لارقام. فاحنا هنعمل امر تو نوميريك، وهنعمل بي دي دوت تو نوميريك نوميريك بالشكل ده كده. نفتح قوس، وبعد كده احنا عايزين نعمل عمود الايج، فهنقول له عمود الايج حول لي عمود الايج يعني. وبعد كده هنقول له ان الايرورز ايكوال كوريكت
بالشكل ده كده يا شباب. الشكل ده كده الداتا تايب بقت فلوت، يعني ارقام. فهنا نبدا نشتغل بقى على موضوع اننا نحول الايج او الان اي، اي قيمه ناقصه برقم. طب هنعملها ازاي؟ بص يا عم الباشا، انت دلوقتي ممكن تعمل فيل ان ايه، يعني تشيل القيم الناقصه دي وتحط بدلها متوسط الاعمار، لان الاعمار عمرها ما هتطلع بره متوسط الاعمار اللي هنا. يعني انت هنا اقل قيمه عندك 22 واكبر قيمه 40، فانت هتلاقي المتوسط بيلعب في الرينج ده، فممكن تصيب معاك ممكن تخيب، بس انت مش هتبعد قوي. احنا هنعمل فيل ان ايه برضه، وهنقول دي اف ايش تاني ودوت فيل ان ايه. احنا كده بنكتب امر الفيل ان ايه، هنفتح قوس وهنقول احنا عايزين نحول ايه بقى، عايزين نستبدل الاخطاء او القيم الناقصه بايه، هنقول له بالمتوسط، ومتوسط العمود ده فدوت مين. كلها يعني تفكير عامه، الاكواد بتتكتب تفكير بس، فكانك بتقول له، يعني بتقول له المعلومات وهو بينفذ. تمام، هنا بالشكل كده بدأ يغير كل الارقام، ان هو كان اي قيمه ناقصه هيستبدلها على ما اعتقد يعني 27 75 بالشكل ده كده. اي قيمه ناقصه في العمود ده هتستبدل 27. طب تيجي نشوف الداتا كلها، الجدول كله شكله عامل ازاي بعد التعديل او في نص التعديل. ادي العمود ده اتظبط وما بقاش فيه اي اخطاء، والعمود ده برضو اتظبط وما بقاش فيه اي اخطاء. نيجي لعمود السيتي وهنلاقي هنا برضو في خطأين، ان هنا التايتل زي ما انتم شايفين سي كابيتال هنا سي سمول، وفي قيمه فارغه هنا لازم اللي عدت علينا في النيم، ان احنا هنعمل اس تي ار دوت تايتل. فعشان نختصر في الوقت يعني انا هعملها بسرعه. دلوقتي نيجي لموضوع السيلز، لان السيلز هنا برضو فيها ان اي، تمام، وفيها ان اي. وفي هنا غلطه تانية لو تلاحظ هنا ال 1200 دي بالشكل كده، هنا مش 1200، لانه هنا لو هي 1200 كان عمل فاصل بين الاثنين، وهنا كان عامل فاصل بين الواحد والخمسه، فهنا ده فاصل محطوط. فاحنا عايزين نشيل الفاصل ده، فنفكر مع بعض ازاي هنشيله. طبعا تلاحظ ان احنا هنشيل الفاصل ده بالريبليس اكيد يعني. فتيجي نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. فانا هاخد عمود قد كده يا شباب، ال 1200 رجعت تاني. لاحظ ان الداتا تايب اوبجكت، فهنا النص الارقام دي متعرفه على انها نصوص، فهنضطر برضو ان احنا نعدلها في الفتره الجايه، اللي هو برضو بي دي دوت تو نوميريك. ونشوف هنستبدل هنا القيم الفارغه دي ازاي. طبعا القيم الفارغه دي احنا هنستبدلها بمتوسط السيلز برضه، يعني متوسط السيلز. اي قيمه رقميه فيها فراغات استبدلها بالمتوسط وريح دماغك. طبعا قبل ما هتستبدل انت لازم تعمل امر التو نوميريك، تمام، عشان نخلي الداتا تايب دي كلها تكون فلوت بالشكل ده كده كارقام يعني. وبعد كده هنعمل امر الفيل ان ايه، ان احنا طيب هنكتب الكود بسرعه. طيب ادي الكود يا شباب، ان احنا نستبدل العمود السيلز بالمتوسط. فاحنا بالشكل اللي انتم شفتوه، فظبطت معانا كده ان احنا استبدلنا كل القيم الناقصه بمتوسط القيم اللي معانا اللي هو 1037 ونص. طب يا شباب دلوقتي شفنا الداتا كده شبه العمليه دي خلاص اتعدلت. كل العمليه دي ان احنا استبدلنا هنا بالمتوسط، استبدلنا اي قيمه فارغه في السيلز بالمتوسط. نيجي لاخر حاجه وهو الايميل. والايميل احنا جينا بصينا على عمود 4 وعمود 5 ان ايه في الايميل هنا لنفس العمليه. يعني نور علي بنفس الكاستمر اي دي اشترت، والعمليه اتسجلت مرتين خلاص. فهنا احنا ديت حاجه اسمها دوبليكيت. دوبليكيت يعني متكرره، فاحنا عايزين نشيل الدوبليكيت دي، فاحنا هنقول دروب دوبليكيت ده خلاص. فهنا هو جاء وعمل العمود ده في عمود واحد. فاحنا برضه عايزين نشوف هنا الايميل ده هنملاه بايه. اعتقد ان احنا هنملى الفراغات دي باسمها، يعني نور علي @gmail دوت كوم خلاص. فهنعمل ايه؟ يعني احنا هنعمل فيلن ايه بسترنج برضه. فهنيجي بقى النظرة الأخيرة على الداتا، الجدول بتاعنا دي اف. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الجدول بتاعنا بقى شكله احسن بكتير قوي قوي من ذي قبل، لانه كل القيم بقت موجوده. الارقام يعني مش صح، مش اصح حاجه، بس حاولنا نقرب ونقلل نسبه الخطا. طبعا طالما الحاجات مش موجوده
فأنت طبعًا مش هتعرف تجيب الرقم الصح مضبوط 100%. ال وفي نهاية وفي نهاية الدرس ده، درس تنظيف الداتا وتصحيح الأخطاء، أنا طوّلت معاكم شوية فيه، بس أنا كان هدفي الرئيسي إن إحنا إن أنا أوريكم إزاي بافكّر وأنا باحل الأخطاء وأنا باعالج الأخطاء دي. وده كل هدفي. وأنت برضه شغّال في الdata، حاول تفكّر بنفس الأسلوب، إزاي أحل، أشوف إيه الغلط. آآ بعد ما أشوف إيه الغلط أفكّر في الطريقة الأسهل إنها تحل. طبعًا استعِن بالذكاء الاصطناعي عادي، ما فيش أي حاجة عيب في إنك تستعِن، بس استعِن واتعلّم. وفي نهاية الدرس أحب أشكركم، وما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك لو عجبك المحتوى. وعندك فرصة إنك تشترك في الإكسل فور داتا أناليسيس. آخر يوم للتسجيل يوم 10/3، بعد يومين. سجل في الفورم، هتلاقيه في التعليقات للفيديو ده. وأشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.